معلش انا هاخد من وقتك 5 دقايق بس، اتمنى ان حضرتك تسمعني عشان انا عندي مشكلة كبيرة جدا ومش لاقية اي حل بصراحة. اتفضلي. انا تعرضت لظلم كبير جدا جدا من زوجي، وانا بصلي كويس وبلجأ ربنا في كل وقت. انا ماليش حد خالص في الدنيا ياخد لي حقي نهائيا، يعني من البشر يعني خالص ما عنديش اي حد. زوجي راجل متيسر وكويس وظلمني ودلوقتي اتجوز عليا وطلقني بدون تفاصيل كتير. المشكلة ان انا لسه ما زلت في الظلم لحد دلوقتي ومفيش حد بياخد لي حقي خالص، وبدعي ربنا ليل نهار. انا الظلم واضح، اي حد يشوفه يعرف ان انا مظلومة. بدعي ربنا ليل نهار انه ياخد لي حقي، ومع ذلك ناس اللي ظالميني عايشين احسن عيشة، وانا المشاكل عمالة تزيد عندي، وبزيد في الدعاء وبزيد في الصلاة، بزيد في قيام الليل. وفي حاجات اللي مضايقني دلوقتي انه ليه ربنا ما بيستجيبش دايما. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. بدعي ربنا، أنا خايفة إيماني يضعف وخايفة أوصل لمرحلة إن أنا أفقد إيماني وأفقد ثقتي بالله. أرجوك قول لي أي حاجة تقوي إيماني. حاضر يا أختي. يا مجيب الدعوات جئت أسجي صلواتي ضارعا ندعوك ربي يا عظيم الرحمات. هو من حق الزوج أن يطلق زوجته طالما أنه يرى ذلك، لكن ليس من حقه أن يظلمها. بعدين حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه أخذ عزيز لم يفلته. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. اللي أنا عايز أقوله، أنا مش عايز أقول لربنا أنت ما بتستجيبش ليه. حسن الأدب مع الله يكون موجود. أنا عايز أسلم لله عز وجل. أنا عارف إنه واعلم يا عظيم الرحمات مجيب الدعوات جئت أسجي صلواتي، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. أنا يقيني في هذا. أنا أريد منك ومن أمثالك الآن أن يكونوا على ثقة لأن الله عز وجل ناصرهم، لكن لا نستعجل النصر. يا مجيب الدعوات جئت أسجي صلواتي ضارعا ندعوك ربي يا عظيم الرحمات.